الفكره بتاعت كابتن تامر عبد الحميد بان الاهلي سكواده يعمل صداع لاي فريق قدامه دي نكبه. ويا ريت يا ريت جهاز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يقفلوا ودانهم، ومعاهم الجماهير كمان، جماهير النادي الاهلي كمان يقفلوا ودانهم على الكلام ده. لان كرة القدم بتعتمد على احترام الخصم، لابد من احترام الخصم مهما كان درجة ضعف الفريق، ما ينفعش استهان بيه. خصوصا ان احنا داخلين تحدي جامد، تحدي العامل البدني. العامل البدني الموسم اللي هيبدأ ده بالنسبة للاهلي تحدي يعني كبير وضخم، لان هو الفريق الوحيد في فترة الراحة اللي كان بيلعب بفريقه في كأس العالم للأندية، وفين في سفر في أمريكا. فالعامل البدني بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي لابد من ريبيرو انه يركز عليه قوي ويشتغل عليه بشكل غير عادي، ويبقى فيه تركيز غير طبيعي في النقطة دي بالذات، لان هو ده التحدي في الموسم الجديد مع كل أندية الدوري المصري. كل أندية الدوري المصري مريحة الا لعيبة النادي الاهلي، سفر مدة طويلة ولعب بطولة، فالموضوع هيبقى شاق جدا الفترة الجاية مع وجود تحدي كبير. انت بتراهن على 5 بطولات عايز تتارجت عليهم وتاخدهم. النادي الاهلي داخل الموسم الجديد وهو عينه على كل بطولات اللي داخلها، كاس الرابطة وكاس مصر والدوري ودوري ابطال. فيعني الفكرة ما بقاش فيها ان انت عندك لعيبة هتكسر عظم اللي هيبقى قدامك، لا خالص. الفكرة اللي لازم تتمحي، ومع احترامي الشديد جدا لكابتن تامر عبد الحميد، دي نكبة على الاهلي مش ثناء على الاهلي.